اليوم ده بقى كابوس على كل جماهير الزمالك، اسوأ من اليوم بتاع القضيه بتاع قفشه. تخيل معايا ان اليوم اللي الاهلي يركب فيه الاتحاد بالفوز على الدوري يكون اصحاب الاهداف زيزو وبن شرقي. فبجد احمد ربنا، لانك مهما كنت منحوس مش هتبقى منحوس اكتر من المشجع الزملكاوي. فيا عزيزي اصحى وفوق، الاهلي طلع فوق. بص، انا قلت اطلع عنكش كده في الاول نكشايه خفيفه، لكن احنا متفقين ان احنا هنا بنتكلم الكوره على اصولها عشان نبقى فاهمين كوره. لا هطلع اقول اي هب ولا اطلع اقول افيهات وارمي اي افيهات وخلاص. انا مش الخليل كوميدي يعني. طبعا كل الناس دلوقتي على اليوب هتتقسم لنصين، نص هيطلع يرمي افيهات ويتريق ويركب الترند بعد ركوب الاهلي الدوري، ونوع تاني هيطلع يخبط في الاهلي بسبب المباراه والدفاع السيء جدا اللي مكتوب عليه خش هتجيبك. ولكن في حاجات ايجابيه في الاهلي اتغيرت في المباراه دي، وبرده في حاجات كتير جدا سلبيه هتبقى اكبر تحدي قدام تروب الفتره الجايه. فلو هتتكلم بقى على ايجابيات يا صديقي فحدث ولا حرج عن امكانياتنا المتواضعه في رؤيه السيناريو من بدري قوي، واللي قلنا فيه ان افضل لعيبه هتكون مع تروب زيزو، بن شرقي، محمد هاني، تريزيجيه. والتكه بقى قوي في الحته دي على بن شرقي، لان بالنسبه لي هو لعيب مختلف. طبعا في ناس كتير قوي هتطلع تقول لي لا زيزو. بص يا صديقي، زيزو ده العادي بتاعه من ايام ما كان في الزمالك، فخليك فير يا صديقي لان احنا هنا بنتكلم كوره وبس. بن شرقي اللعيب الوحيد اللي في الاهلي لمسته مختلفه، ده غير ان انت وهو في الملعب تحس ان في قسطه كده معلم، وهدوءه وانهائه للكوره بيحسسك بده غير ان هو ممكن في الملعب يكون فاشخ الملعب حرفيا، ورغم ذلك تحس ان هو معريش اصلا. تحس انه بيقول لك كده اللي هو انا هشقيك في الملعب وانا واقف مكاني. تحس ان هو لعيب واقف وبيلعب كوره على الواقف، وفجاه تلاقيه راح واخد سبرنت كده مشقي اللعيب وراه يا دوب يلحق يلم اللي وقع منه. على الناحيه الثانيه بقى شغل مدرب الحراس بان جدا النهارده مع محمد الشناوي. محمد الشناوي بالنسبه لي الانقاذ اللي عمله من افضل الانقاذات في الدوري الموسم ده غير ان بان على محمد الشناوي في سرعه رد الفعل والتحرك والانقاذ الجميل جدا اللي خلى النادي الاهلي متعادل. انقاذ كده بيفكرنا بالشناوي بتاع زمان اللي بيفرد ايده مش اللي بيتنيها. اما بقى على الجانب التكتيكي فياستو روب ملامحه بدات تبان في تفاصيل صغيره جدا، تعال اوريها لك. زي ان الاهلي بقى عنده تنوع في الهجمات، شويه من اليمين شويه من الشمال. طب ما جاتش، تعال نجرب العمق، ده غير الكرات الطوليه اللي بيعتمد عليها بتتلعب في ظهر الدفاع. اول مره اشوف الاهلي متنوع في الهجمات بتاعته بالشكل ده، وعشان كده بقى دي اكتر حاجه لفتت انتباهي في الماتش ده غير بقى ان الراجل على طول واقف على الخط وعنده شخصيه ومركز في المباراه وعارف يقراها كويس. وده طبعا اللي احنا قلناه عنه ان الراجل ده بيعرف يقرا المباريات بشكل كويس جدا. يعني مثلا لما الاتحاد راح بواحده واثنين وثلاثه وعمل خطوره على النادي الاهلي، قرر يستر بانه يزق محمد بن رمضان لنص الملعب عشان يقفل الفجوه دي. ولكن محمد بن رمضان من ساعه كاس العالم للانديه وهو ما جاش تقريبا، الاهلي نسيناه. محمد بن رمضان لاعب كبير جدا ومختلف، وده اللي احنا مش هنختلف عليه لان ده من زمان واحنا عارفينه، ولكن اللي هنختلف عليه دلوقتي هو اداؤه مع النادي الاهلي حتى الان. مش هو بس، لا في لاعب تاني برضه هنختلف عليه وهو جراديشار. انا قلت ان هو مهاجم مش كويس من زمان، وحسيت ان هو مش هيبقى مهاجم الاهلي ومش هيعيش كتير، وده مش من دلوقتي، لا من اول ما كان مع النادي الاهلي في بدايته لما توهج والناس كلها قالت مهاجم سوبر. انا كنت بطلع اقول انا شايف ان هو مهاجم عادي جدا. ليه بقى؟ لان انا مش برزع اي كلام وخلاص. جراديشار مهاجم محتاج يتحرك، يطلع بره الصندوق، يلعب كوره، شويه مساحات، شويه حركات، والكلام ده مش هيلاقيه في النادي الاهلي. عكس وسام ابو علي مثلا اللي عنده كل الحاجات عكس جراديشار. وسام ابو علي قوي بدنيا، قوي فينيشر، قوي مهاجم صندوق، وده اللي الاهلي بيحتاجه لانه بيقابل معظم الفرق بتكون قافله وواقفه ورا ما بتديش اي مساحات اصلا. فاللي ميز وسام ابو علي وخلاه ينفجر مع النادي الاهلي انه حد وفينيشر كويس جدا ومن نص فرصه يقدر يجيب لك جول. اما بقى عن دفاع الاهلي وده اللي فيه مشاكل كتير جدا جدا جدا. بص، هو انا لو اتكلمت عن دفاع الاهلي دلوقتي يبقى انا اكيد بستغلك عشان اجيب فيوهات مش اكتر، مش بكلمك حقيقه. ولكن اسال انت بقى نفسك سؤال واحد بس، هل المشكله دي لسه جديده ظهرت مع تروب ولا هي كانت موجوده من الاول؟ الاجابه طبعا موجوده من قبل تروب. المشكله دي مع النادي الاهلي من اول الموسم، والدليل على كده ان الاهلي في 10 مباريات دخل فيه 12 هدف، وده اسوأ دفاع ممكن يكون موجود في النادي الاهلي اخر فتره تقريبا. فعلى طول عنوان الفقره دي هو تحدي تروب في علاج مشاكل الاهلي الدفاعيه، وهل الاهلي بعد ماتشين 3 هيتحسن ولا هيفضل نفس المشكله موجوده؟ وهنا خد بالك من الكلام كويس، انا قلت تحسن لان المشكله دي مش
هتتحل لا في ماتش ولا في 2 ولا في 3، ولكن هتبدا تحس ان المشكله بدات تحسن وفي تحسن بسيط، وهنا على طول هتعرف ان انت ماشي في اللاين الصح. اما لو بعد 3 4 ماتشات لقيت ان المشكله ما بتتحلش والاهلي زي ما هو والدفاع زي ما هو وبيستقبل جول واثنين في الماتش، تعرف على طول ان الراجل ده ماشي غلط، وتبدا بقى تفكر انت هتعمل ايه. بس كده، ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناه، وقول لنا في التعليقات احساسك ايه بقى دلوقتي كزملكاوي بعد ما الاهلي ركب الدوري. سلام.